قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وصحيت على دخول فاطمة. انتي نايمة هنا؟ قلت يمكن يصحى ويحتاج حاجة. روحي ارتاحي وخدي دواك. لا، عايزة اطمن عليه لما يفوق. ملك روحي لحسن يصحى ويلاقيك انتي اللي تعبانة. سمعت ملك كلامها وراحت اوضتها لانها فعلا قررت تبقى منتظمة بجد علشان تخف بسرعة. دخلت اوضتها وخدت شاور وغيرت هدومها وفطرت وخدت علاجها وعدت على دكتور عايزة. خير يا ملك؟ بصي يا دكتور، انا عايزة امشي بانتظام على الادوية واخد كل الجرعات، ومش مهم شعري يقع، عادي مش فارقة معايا، ولو العملية انا موافقة. غريب اللي غير رأي، انتي الوحيدة اللي رافضة التعليمات ومش متقبلة العلاج، وغيرت رأي وعايزة اخف بأي طريقة. حبيتي الحياة صح؟ دكتور طمن وما تقوليش كلام يطمن وخلاص. انا في امل اخف بصراحة يا ملك. بالنسبة للعملية في حالتك دي لا، ما تنفعش. نسبة النجاح صغيرة جدا. في الاول كان ممكن بصراحة. انا مش شايف ان ليها لازمة العملية. انت حالتك بقت متقدمة سواء في الحالة المرضية او النفسية. يعني في امل يا دكتور. خلي املك في ربنا كبير. بجد انت وعمر حالكم في تحسن رهيب، وطالما انت وهو عندكم إرادة فده هيساعدكم أوي. تمام يا دكتور، شكرا. عن إذن. خرجت ملك ودخلت أوضة عمر ولقت فاطمة بتديله العلاج. خلصت وخرجت. تعالي يا ملك، واقفة بعيد ليه؟ انت كويس؟ قالوا لي انك قاعدة جنبي من امبارح. كنت خايفة عليا؟ انت بتسأل؟ انا كان هيجرالي حاجة. انت مش متخيل حصل لي ايه لما وقعت ما بين ايدي. والله قلبي كان هيقف بجد يا عمر. انا وسكتت مرة واحدة. كمل. سكتي ليه؟ ملك بكسوف. بقيت كويس دلوقتي لما شفتك بس. الدكتور هيثم قال لي حاجة كويسة، قال لي ان في تقدم ملحوظ. يا رب. طيب يا باشا، انا هروح اوضتي بقى. عايز مني حاجة؟ بجد مفيش فايدة فيك. بتضحك على ايه يالا؟ كنت بدأت اصدق انك اتغيرت لما اتكلمتي بجد وقلتي دكتور. مش دكتور ولا هيثم، وكمان من غير يسطا اللي بتقوليها. بس حضرتك كسرتي حاجز توقعات بعد يا باشا. ويلا، انت بتتريق عليا يا زمل؟ زمل كمان؟ امشي يا بنت. طريقتك دي بتفكرني بالسواقين. مالهم السواقين؟ الناس زينا بتكسب بعرق جبينها. شش، اخرسي، صدعتيني. اخرجي يلا بره. انت بتزعلي يا عمر؟ انا اقدر يا عيون عمر. ايوه كده، اتعدي. يلا بقى يا زم. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يهديك يا ملك يا رب. عدى حوالي شهرين وملك وعمر في تقدم واضح والنتيجة مبشرة. وازاي ما في تقدم في شفائه، في كمان تقدم في علاقته، وخصوصا الفترة اللي فاتت علشان كانوا دايما جنب بعض بسبب العلاج والتعب. وعمر بقى بيغير عليها جدا، وملك مبسوطة طبعا. أما آدم ومي فهو اتقدم لها وخطوبتهم بكرة. ملك في اوضتها كانت بتكلم مامة عمر. يا حبيبتي والله اطمني، هو كويس جدا بجد يا ملك. يعني أنا حلفت. هقولك ايه تاني؟ مش هو بيكلمك كل يوم؟ طيب وانتوا عاملين ايه مع بعض؟ الحمد لله كويسين. وفجأة دخل عمر وملك قفلت التليفون بسرعة. عمر بشك. مال؟ اتخضيتي ليه؟ لا ابدا مفيش. اصل دي اول مرة تدخل من غير ما تخبط. كنت بتكلمي مين؟ مش بكلم حد. عيني في عينك كده. ملك بكسوف. عمر. وفجأة عمر مسك التليفون وشاف رقم مامته ولقاها بتكلمها كل يوم. هو ايه ده؟ هفهمك والله. تفهميني ايه؟ انك بتكلمي مامتي من ورايا؟ لا والله، انا كنت بطمنها على حالتي. عمر بعصبية وكسر التليفون. حالتي؟ هي عارفة بيها؟ وعشان كده بتقربي مني علشان تنفذي كلامها، مش حبا فيا. انت بتضحكي عليا يا ملك. عمر انت بتقول ايه؟ بس مش عايزة اسمع منك حاجة.
كفاية كذب لحد كده. يا عمر هفهمك والله إنك بتكلموني من ورايا. لا والله أنا كنت بطمنها على حالتك. خرج عمر من الأوضة وملك خرجت بعد وملقتهوش في أوضته. دورت عليه وملقتهوش. دخلت أوضتها وهي متضايقة جدا ومش عارفة هتصالحه ازاي. وتاني يوم كانت بتحضر نفسها علشان تروح خطوبة أخوها. خلصتي؟ عمر رجع، أعتقد رجع متأخر. أخد حاجاته وخرج. خد علاجه؟ معرفش. طيب ملك نزل وقبل ما تروح عدت على مامته بس ملقتهوش هناك وراحت البيت وجهزت نفسها. في الخطوبة عمر دخل. ملك بفرحة: عمر لو سمحت أنا جاي علشان آدم وماشي على طول، بس عن إذن. ملك وقفت قدام: انت وحشتني. عمر كان بيحاول يسيطر على مشاعره: ما تحاوليش تبيني انك خايفة عليا، ولو على وصية ماما خلاص انا هاخد بالي من نفسي. عمر عن إذن. راح عمر يبارك لآدم وهو رجع لاحظ ياسر واقف مع ملك وهي متضايقة منه. راح عندهم وشد ملك من وسطها: معلش يا حبيبي اتأخرت عليكي. ملك عايزة أكمل كلامي معاكي. معلش يا عسل مش بتتكلم مع حد، عن إذن. وخدها وخرج في الجنينة. كان بيقولك ايه؟ انت بتحبني. كان بيقولك ايه؟ بتغير عليا. ملك عيونها والله كان عايز مني. ملك لفت ايديها حوالين رقبته. انا رحت لطنط وقلت لها على حل علشان اطمنها. حسيتها زي مامتي ولازم تعرف مش هتفضل تكذب عليها على طول. انت نفسك كنت مش حابب تكذب عليها وانا كنت بطمنها وفي نفس الوقت بكلمها وبسأل عليها وبسلي وحدتها. ممكن في الأول علشان زي مامتي بس مش علشان اللي فهمته خالص إن أنا بكذب عليك وقربت منك علشان خاطرها. ما كانش قصدي كل ده، كنت عايزة أريحك وأريحها. أنا غلطانة يعني؟ وليه عملتي كل ده؟ إيه اللي جبرك عليه؟ في الأول كنت عايزة أساعد أي حد وبعدين تقريبا كده والله أعلم يعني حبيت ابن طنط أوي يا عمر. حبيتي مين؟ حبيتك انت يا عمر. ملك انت بتتكلمي بجد؟ من عقلك يعني؟ من عقلي وقلبي وروحي انا بحبك يا عمر. قطعها عمر وهو بيبوسها بحب. اخيرا سمع الكلمة دي منها بعد كل الوقت ده. ملك ضربته بالقلم بكسوف ودخلت قعدت جنب مامتها وشوية وعمر قعد جنبها. حسابك معايا بعدين، ما تتكلمش معايا لو سمحت. عمر بخبز: ليه بس؟ ده انا حبيبك. لا. هو ايه اللي لا؟ خلاص انت قلتيها واللي حصل حصل. وريني هتهربي مني تاني ازاي. وعند ادم ومي ادم مش مصدق والله. وانا كمان انا فرحانة اوي. بتحبيني اوي كده؟ اوي اوي يا ادم. وانت مسافر انت مش عارف انا كنت حاسة بايه. ولما تجيلي فكرة انك ممكن ترتبط بحد غيري او انك مش بتحبني. ادم مسك ايديها وباسها: انا بحبك من زمان يا مي وانتي لسه في اعدادي. انتي اللي ما تعرفيش حالتي كانت بتبقى عاملة ازاي لما بشوفك بتضحكي مع حد غيري وانا ماليش حكم امنعك. ما تعرفيش احساسي ان انا خايف ارجع ولا يجي ارتبطتي بحد غيري او ان انا اتقدم وترفضيني. كنت خايف اوي ما تبقيش ليا. حبيبي انا عمري ما حبيت غيرك. بعشقك يا مي. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.